اوعى تفوت التحديث الجديد ده لانه حرفيا ممكن يضاعف لك عدد العملاء من غير ما تزود ميزانيتك. انا عارف ان الجملة دي تقيلة بس اسمعني للاخر، لان النهاردة هشرح لك واحدة من اقوى التحديثات اللي فيسبوك نزلها في مدير الاعلانات، وناس قليلة جدا هي اللي فاهمة قيمتها الحقيقية. خليني اقول لك التحديث هو ايه الاول. فيسبوك الفترة دي نزل تحديث مهم جدا جدا، وهو ان انت تقدر تضيف اعلانك في حالات واتساب من غير ما تعمل اعلان جديد ولا تعدل كرييتيف ولا تصمم محتوى مخصوص للواتساب. كل ده بيحصل في مدير الاعلانات من اختيار في البليسمنتس اسمه واتساب ستيتوس. هتلاقي تحت منه كده خانة اسمها واتساب ستيتوس او تضمين حالة واتساب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اعلانك مش هيقف عند فيسبوك وانستجرام بس. صدقني لو فهمت قوة المكان ده بس هتعرف ان ده مش مجرد تحديث، ده ابجريد كامل لفكرة الاعلان اصلا. ليه التحديث ده مهم؟ عشان واتساب ببساطة بقى المنصة الاولى في مصر والوطن العربي في الاستخدام اليومي. الناس دلوقتي بتفتح واتساب اكتر ما بتفتح البروفايل. هديلك مثال بسيط. لو انت صاحب بيزنس وبتنزل بوستات على فيسبوك، فنسبة كبيرة من الناس مش بتشوف البوستات. انما لو بتنزل حاجة في حالة واتساب هتلاقي اكتر من 70% من جهات الاتصال عندك بتشوف الحالة في اقل من ساعتين. فانت لما اعلانك يدخل في حالة واتساب فانت كده بتحط الاعلان في مكان مش زحمة زي الفيسبوك، فبالتالي العميل ياخد قرار اسرع، وخصوصا لو هدفك كان رسائل واتساب. طب ايه اللي حصل تقنيا؟ فيسبوك بقى بياخد الكرياتيف بتاعك سواء كان فيديو او صورة ويعيد تهيئته بحيث ان هو يتناسب مع حالة واتساب. فانت بالتالي هيبقى عندك جمهور اضافي ورسائل تاني من غير ما تزود الميزانية بتاعتك. واهم حاجة طبعا المنصة دي العميل بيستخدمها بشكل يومي. هو ليه فيسبوك عامل كده؟ لانه ببساطة الاتجاه العالمي دلوقتي كله رايح للدمج بين المنصات. فميتا فهمت ان المستخدمين دلوقتي مش قاعدين على فيسبوك زي زمان، هم قاعدين على واتساب. فالمنصة بقت توسع اماكن الظهور، وطبعا المنصة شايفة ان واتساب بيجيب نتائج، فطبيعي ان هو ياخد بريوريتي اعلى. طيب انت دلوقتي هتستفيد ازاي؟ هقول لك. اهم حاجة ان الناس اللي هتستفيد من التحديث هم اللي هيهيئوا الكرييتيف بتاعهم ان هو يناسب حالة واتساب. يعني الاعلان لو ما فيهوش صوت واضح وهوك قوي مش هيجيب نتائج. فانت لازم تضبط حاجات في اعلانك عشان يناسب حالة واتساب. التصوير مثلا لازم يكون طولي عشان يملى الشاشة وما يبقاش فيه سواد فوق وتحت. الصوت طبعا اهم من الصورة، لازم يكون قوي جدا ونقي. العميل اللي بيستخدم واتساب الموبايل بيبقى جنب ودنه، لازم يكون هوك قوي في البداية عشان يجذب العميل. وخلي الرسالة بتاعتك مباشرة وذكية، لأن واتساب مش مناسب للشرح الطويل، هو عايز بس 6 أو 7 ثواني تقول فيهم أهم النقاط عندك. وطبعا الحاجة المهمة إن أنت لازم تسيب في الإعلان بتاعك إن حالة واتساب تبقى شغالة في البليسمنتس أو الأماكن. طيب هتشوف النتائج امتى؟ غالبا بعد 48 ساعة هتلاقي اختلاف في عدد الرسائل وتكلفة الرسائل ووقت استلام الرسائل وجودة العميل نفسه طبعا، لأن العميل اللي بيجي من واتساب بيكون أكتر جدية، أكتر من الناس اللي هي بتتصفح بس. أنا عايز أقول لك نصيحة أخيرة: ابعد عن الكرييتيف القديم، ركز دايما في الكرييتيف على كادر نظيف وصوت واضح ورسالة صريحة، وطبعا زمن قصير ومكان ظهور صح. لو عايز تتفوق على المنافسين استخدم التحديث ده قبل ما الكل يبدأ يقلد. ابدأ جرب النهاردة وصدقني هتلاقي فرق كبير في المبيعات، لأن انت هتبقى في مكان العميل فعلا بيستخدمه طول اليوم.